السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتكم اكلة ماما. وهنعمل مع بعض النهاردة شاورما فراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. اول حاجة هعملها ان انا هتبل الشاورما بتاعتي. معايا زبادي ومعايا توابل شاورما، ومعايا ملح وفلفل اسود وكزبرة جافة وكمون، ومعايا توابل فراخ وكل الكلام ده بقى وبابريكا. هضيف كل الكلام ده، هقلبه كويس مع الزبادي والزيت، وهضيف عليه الفراخ. انا مقطعاها شرايح زي ما احنا شايفين كده صوابع. هضيفهم واسيبهم بقى يتبلوا. طبعا يفضل ان هم يكونوا متبلين لليلة كاملة او اقل شيء 4 ساعات. على ما يتبلوا شوية هعمل معايا الخضار. انا معايا فلفل الوان، فلفل احمر، فلفل اصفر، ومعايا بصل. ممكن تضيفوا فلفل اخضر كمان لو عاوزين تنوع اكتر. الكلام ده كله هنقطعه كده زي ما احنا شايفين صوابع. كل حاجة قطعتها كده سلايس زي ما احنا شايفين، علشان انا هشوي الكلام ده كله مع بعضه في الفرن زي ما وريتكم في اول الفيديو. هعملها كده زي صفوف. طبعا هتبل الخضار بملح وفلفل، وهقلب بقى الكلام ده كده مع بعضه، وهضيفه في صينية فرن. انا حبيت ان انا اعمله بشكل يكون شكل جمالي، وطبعا ده ترند طلع وزينب برضو عملته قبلنا. فيعني زي ما احنا شايفين كده قسمت الصينية، كل حاجة لوحدها جنب بعض. شكل تنوع الالوان فيها حلو جدا. طبعا القيمة الغذائية بتاعة الخضار عالية جدا، فلفل الوان فيتامين سي عالي جدا، وشكلها كمان حلو يفتح النفس، وسهلة وبسيطة، وكل حاجة في صينية واحدة. ودي اكتر حاجة بتساعدنا كستات، ان كل حاجة في صينية واحدة، ومش هنبهدل الدنيا، ومش هنعمل مواعين كتير، ولا هنبوظ الدنيا. زي ما احنا شايفين بقى دخلت الكلام ده الفرن، اخد لون واستوى. طالع طعم وريحة يا جماعة، بقى ريحته طالعة تحفة بصراحة. انا حبيت اضيف كده فلفل حراق، نص قرن بس فلفل حراق كده يدي تست وريحة حلوة قوي. وعملت بقى مع الكلام الحلو ده بطاطس كده محمرة، حطيت عليها ملح وتوابل بطاطس، برضو ادتها ريحة ونكهة حلوة جدا. ومعايا هنا عيش الكريب. العيش ده احنا اللي عاملينه في البيت. برضو اعمل لكم فيديو للعيش ده ان شاء الله في مرة تانية. وحطيت على العيش تومية، وابتديت بقى ان انا افرد المكونات اللي عندي، فراخ والبصل والفلفل. وعلى ما الكلام ده كده اتعمل، انا كنت عملت الخيار ده مخلل في البيت برضو بطريقة برضو سهلة وسريعة، نعمل له برضو ان شاء الله فيديو تاني. وحطيت البطاطس بتاعتي، وقفلت بقى الساندوتش علشان هنحمره بقى في طاسة او جريل المتاح عندنا. لفينا بقى كويس جدا وقفلناه من الجناب عشان ما يتفتحش معانا والحشوة ما تطلعش لبره. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا، وهبتدي بقى انزل كده في طاسة سخنة او في جريل، وابتدي ان انا اديلهم كده لون، وهيديهم طبعا لون وقرمشة حلوة جدا. وكل الميكس ده هيسخن، والجبنة الموزاريلا طبعا هتسيح كده جوه، وهيبقى يا جماعة طعمها ان شاء الله يعني هتجربوها ومش هتندموا. طريقة سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش دهون كتير، هتعجبكم ان شاء الله. ونقدر ان احنا ننوع في اكلنا ونضيف كمان الخضار، ودي اهم حاجة. الفلفل الالوان في الشوي رهيب، وفي سندوتشات كده مع التومية ومع البطاطس والجبنة الموتزاريلا مع الفراخ، طعمها بجد في حتة تانية، واحسن وانضف بكتير جدا من ان احنا نجيب سندوتشات من بره مش ضامنينها ولا ضامنين نظافتها ولا مكوناتها، وطبعا اوفر بكتير. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا. اشوفكم فيديو جاي على خير من اكلة ماما. بحبكم، سلام.